السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهارده اول فيديو من فيديوهات الالغاز. هنبدا بالاول كده بالغاز سهله جدا، طبعا من خلالها هنعرف ازاي نفكر ونطبق بقى عملي من التكتيك المختلف او الاساسيات يعني اللي احنا خدناها قبل كده. وعلشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدا على طول. كل فيديو هيكون فيه 5 الغاز، منهم 4 هنحلهم مع بعض والخامس ان شاء الله هنحله الفيديو اللي جاي. يلا نبدا في اول لغز. الابيض هو اللي عليه الدور. لو جينا شفنا قطع الابيض عنده طابيه والوزير كله على خط واحد، الاتنين دول على خط واحد مهددين المربع ده اللي هو الاف 8. المربع ده اللي حاميه بس الطابيه، والقطعه الثالثه اللي هي الفيل الابيض مهدد الوتر ده ومهدد بالظبط مربع الاتش 7. يعني انا لو جيت في مربع الاف 8 وقلت كش ملك ومفيش حاجه مهدداني، اقدر كده اقول ان كده انا كسبت الجيم او الكش مات. طيب اعمل كده ازاي؟ ان انا لو جيت بالوزير وقلت كش ملك، طابيه هتاكل معايا طابيه تانية، هاكل الطابيه وبعد كده اقول كش ملك والملك ملوش حركه بعد كده. تعالى كده نجرب مع بعض. كش ملك هياكل كش ملك، ويبقى كده انا مهدد بالطابيه وكمان مهدد بالفيل، ومفيش حمايه للملك الاسود. اللغز التاني معانا الاسود هو اللي عليه الدور. لو جينا حللنا الدور هنلاقي الابيض عاوز يضحي بالوزير بتاعه في سبيل ان هو يرقي العسكري بتاعه، فطبعا لازم اوقف البيضه ده او على الاقل ما اخسرش الجيم. فانا دلوقتي انا عايز ان انا اقول كش ملك بس مش عارف، فهضطر ان انا هاكل الوزير وبعد كده اقول كش ملك للملك ده، وبعد كده لو هو هيطلع فوق اطلع برضه اقول له كش ملك واطلب التعادل في الجيم ده. تعالى كده نجرب مع بعض. اكلت وزير، هو طبعا عايز يرقي، فطبعا انا هكمل لعبتي عادي واقول له كش ملك، هيرجع ورا كش ملك تاني، ويبقى كده اقعد اكش فيه لحد ما يبقى الموضوع تعادل. اللغز الثالث معانا طبعا الدور على الابيض. لو جينا حللنا الموقف هنلاقي ان الملك الاسود ملوش ان هو يتحرك في المربعات كلها. مش هيعرف يتحرك هنا فوق علشان الطابية، مش هينفع يتحرك هنا على في مربع السي 7 علشان الفيل ضارب الخانة دي او الوتر ده، وكمان مش هيعرف يتحرك هنا علشان الوزير ضارب الوتر ده، وطبعا هنا فيل وحصان والعسكري مانعين ان الملك يتحرك. طيب انا بس محتاج ان انا اقول كش ملك للملك علشان اكسب. اقول كش ملك ازاي؟ ممكن اجيب الطابيه في المكان ده واقول له كش ملك في حمايه الفيل، ولكن انا عندي فيل وحصان مهددين المنطقه دي، فانا كده ممكن اخسر الطابيه في النقله دي. طب اعمل ايه؟ انا ممكن اجيب الوزير في المربع ده واقول للملك كش. مفيش اي نقله تانية ممكن تحمي الملك من الكش دي غير ان هو يجيب الوزير في المربع ده، وساعتها اقدر اكل الوزير واقول كش ملك مات عادي برضه. تعال نجرب كده مع بعض. كش ملك هيلعب الوزير، كش ملك كده ملوش اي حركه، هنا الطابيه هنا فيل وهنا الوزير، ومفيش حاجه تحمي الكش دي. طيب رابع لغز معانا والاخير. تعال نحلل الموقف. عندي طابيه ووزير على العمود F وضاغط على المربع اللي هو F2. المربع ده محمي بقطعتين الطابيه والملك، وعندي طابيه تانية في العمود E. لو جيت بالطابيه بتاعتي مربع ال A1، هو طبعا مش هياكل، عنده تهديد تاني بالكش مات، هيقول هنا كش ملك بالطابيه في حمايه الوزير، والملك مش هينفع يتحرك عشان في فيل ضارب الخانه دي، مش هعرف ياكل الطابيه علشان الوزير حاميها، فانا كده كش ملك مات. فانا مطالب مني ان انا اكش الملك وكمان اقول كش مات. حل اللغز ده ان انا هاكل بالوزير عادي جدا واضحي بيه، طابيه هتاكل، وبعد كده اطلع اقول كش ملك بالطابيه دي وابقى مهدد انا الصفين دول بالطابيتين. تعالى كده مع بعض. كش ملك بالوزير اكل، كش ملك تاني بيحمي بالطابيه، بعد كده كش ملك مات. اللغز الخامس معانا ده ان شاء الله هنحله في الفيديو اللي جاي. يا ريت اللي يعرف افضل نقله للابيض يكتبها في التعليقات. بس كده احنا خلصنا النهارده، شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وفي امان الله، مع السلامه.